النهارده هتكلم عن تعلم اللغات. هي ايه اللغات المهمة؟ طب انا اتعلم اسباني، طب اتعلم هولندي، طب هل الشغل الروسي هو مطلوب، طب الانجليش اكتر هو الاساسي؟ بص، انا في بس حاجة قاعدة عايزك تحطها في دماغك. اول حاجة، انت بتتعلم اللغة اللي انت حاببها. اسباني، ايطالي، الماني، فرنساوي، هولندي، روسي، اي لغه. حتى الصيني، مفيش لغه مهمه ولغه مش مهمه، لغه اهم لغه مش اهم. اللغه اللي انت حاببها، اللغه اللي انت غاويها، هي اللي هتكمل فيها وهي دي اللي انت هتنجح فيها. غير كده لا. تمام، ده اول حاجه. بص، انا كنت بتعلم روسي من وانا عندي 10 سنين. كان والدي الله يرحمه كان بيتكلم انجليش وروسي، وهو بيعرف روسي وكان بيشتغل في شركه تبع شركه روسيه وكده. فبدات ان انا اتعلم منه شويه روسي. انا ما كملتش. لو انا كنت كملت روسي كان هياخد مني 3 4 سنين. تمام، بس انا كنت دلوقتي هشتغل بمرتب كويس في اماكن زي بيزنس باي بصراحه. تمام، دي حاجه. الحاجه التانيه، طب انا هولندي، صيني، الماني، اسباني، ايطالي، الماني، اي لغه بتعتمد على حاجتين. انت بتختار اولا اللغه اللي انت حاببها وليك ميل ليها، وده انا اتكلمت فيه. الحاجه التانيه، انت بتدور صح. يعني ايه بدور صح؟ يعني مثلا انا قبل كده قلت ان الالماني لو اتعلمت الماني كويس ووصلت البيتس 5، في ناس بتسي اينس في الماني، تسي اينس ده في الالماني جامد قوي. طبعا ده بياخد وقت كبير، في ناس بتاخد معاها من 3 ل 4 سنين. ما تفتكرش ان اللغه سهله برضه، لكن شغاله ايه؟ سيلز بالالماني. فالمرتب في مصر جامد. لما دورت بره مصر في نفس الكارير في نفس التخصص، مرتب عالي قوي. تمام، فانت هنا بيعتمد على ايه؟ بيعتمد انت بتدور ازاي، مش اللغه بتاعتك. انا مثلا غاوي مثلا هتعلم اسباني. تمام، الاسباني هياخد مني سنه و6 شهور محادثه، دي سنه ونص. هنا بقى في خلال الوقت اللي انا بتعلمه ده، انا ببتدي ابني شبكه علاقات واعرف ايه الشركات اللي طالبه، وببحث على لينكد ان وبدخل انترفيو خلال اخر 6 شهور ليا في تعلم اللغه. لان الحاجه دي هتفرق معايا. اللي انا بقوله لك ده من واقع خبره ومن واقع خبرات ناس تانية، مش بقول لك الكلام ده من عندي وخلاص. تمام، الناس اللي عندها تجربه مهمه قوي. فانت دور صح على لينكد ان، امسك لينكد ان دوت. يعني بص، فلتره كده، فلتره. وكمان انت ما تقتصرش انك مجرد انك بتعمل ابلاي على الحاجه وكده خلاص. لا، ده في مراحل تانية لازم تتعلمها، عشان انت ما بتقدم كتير فين وفين لما بتلاقي حد يرد عليك. انا مش بحبطك، بس انا بقول لك اللي بيحصل. فانت حاول انك تدور صح على لينكد ان، وتحاول تدور صح ايه الشركات اللي موجوده في المنطقه دي في المكان ده، وايه اللغات اللي طالباها، والرينج المرتبات بيبقى كام، وتبتدي تعرف الحاجات دي كلها من وانت في مصر ومن وانت في بلدك. هيفرق معاك كتير. لو الفيديو عجبكم، لايك، سبسكرايب، شير. ما تنساش تتابعني لو في اي حاجه، وتبعت الفيديو ده لصاحبك اللي مسافر الامارات. سلام، كان معاكم احمد يوسف.